لو قلت لكم ان ده احلى بسكوت كلته في حياتي بعد طبعا بسكوت ماما، ربنا يبارك لها يا رب ويبارك في صحتها وعمرها. بسكوت البرتقال ده يا جماعة ولا اروع حاجة كده من الاخر. يلا بقى نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف المقادير، وخليكم معايا للاخر علشان نشوف التكات والحركات والاسرار اللي هتنجح معاك البسكوت ده مية مية. عندنا هنا 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم نص كوباية نص معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من اللبن البودر. ودي السر اللي بيخلي البسكوت معانا بيطلع حاجة كده في منتهى النعومة. ذرة ملح، وهيتنخلوا طبعا المكونات دي، الدقيق مع البيكنج باودر والحاجات دي هنبتدي ندخلها ونسيبها على جنب. حطيت هنا نص كوباية من السمنة، عليهم ربع كوباية من الزيت، وهبدأ ان انا احط عليهم نص كوبايه من السكر البودر، وهطحنهم بالخلاط كده او بالمضرب السلك او بالمضرب الكهرباء، يعني كله متاح الحمد لله. تمام، هضرب كويس قوي. برش برتقانه بقى، وانا حبيت ازود الطعم شويه، حطيت معلقه من البرتقان البودر، وهبدا ان انا اقلب كويس قوي. بيضه وشويه من الفانيليا، معلقه صغيره من الفانيليا، وهبدا ان انا اقلب كويس قوي بالشكل ده. طبعا هنزل هنا بقى بالدقيق، فضلت اضرب فيه بالمضرب لحد ما القوام ابيض معايا بالشكل ده. هنزل بقى بالدقيق واحده واحده، مش مره واحده، حبه حبه كده، اشوف كده العجينه عامله ازاي معايا. شايفين بسم الله ما شاء الله. هبدا بقى ان انا اتعامل بايدي، لسه طريه شويه. واحده واحده هنزل بالدقيق لحد ما العجينه تكون معايا، ولا هي جامده قوي ولا طريه قوي، يعني مش هتكون ملزقه. طبعا كل حاجة يعني كل دقيق بيختلف عن التاني، فممكن تحتاجي اكتر من 2.5 كوباية بحاجة بسيطة تلمي بس بيها العجينة حسب نوع الدقيق. كل واحد ادرى طبعا بالنوع اللي بيستخدمه. هنقلب كويس قوي كده، وهنبدأ نلم. لو في حاجة متلزقة هتبتدي ان هي تتلم في العجينة معايا من غير معجن يا جماعة، لان دي مش بيتزا، ده بسكوت. تمام، يعني ايه بسكوت؟ يعني حاجة رقيقة كده عايزة تتعامل بحنية. تمام. انا هنا مسرعة الفيديو، لكن هي طبعا التعامل مع العجينة ما بيكونش بالشكل ده، بيكون بالراحة كده، بنلم بالراحة. هبدأ ان انا عندي قوالب كده كنت بستخدمها للبسكوت، طلعتها عملت بيها بسم الله ما شاء الله شكلها تحفة جدا. عندي المربع وعندي المدور، هبدأ ان انا استخدمها. شايفين جميلة بالشكل ده. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا هنصلي على النبي في التعليقات صلى الله عليه وسلم. هنبتدي ان احنا نشكل الصينية. بسم الله ما شاء الله اتملت معايا. بدأت ان انا اعمل اللي ما عندوش القوالب، بنبتدي نشكل بالمعلقة، حاجة بسيطة جدا وفي منتهى السهولة. هنشكل بالمعلقة كده، شايفين بكل سهولة. مفيش يعني هتكسري بالمعلقة، ممكن تعمليها بايدك، بس المعلقة بتظبط معانا كل المقاس زي بعض. هبدأ ان انا اعمل شكل ورق الشجر كده بالسكينة من النص، ومن الحروف من الجوانب هتطلع معايا شكل ورق الشجر بالظبط. شكلها تحفة يا جماعة، عجبتني بصراحة جدا. هبدأ ان انا احط في الفوارغ دي. عايزة تعملي الصاج كله ورق شجر هتعملي الصاج كله، كل الاشكال متاحة معاكي. طلع معايا بقى 10 دقايق في الفرن في الرف الاوسط، طلع معايا بالشكل ده قمر. والريحة بقى مقولكوش. لو وصلتي لحد هنا لايك وشير للفيديو، وما تنسوناش من صالح دعائكم. شايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتركابه بتاعت البرتقال، برش البرتقال اللي في النص دي حكايه. بحبكم في الله، والسلام عليكم.